بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه طبعا عن حاجه مهمه جدا. طبعا احنا عارفين ان اسوأ الخامات اللي احنا ابتدينا نشوفها هي في المظلات الحديثه اللي هي موديل 22. طبعا الخامه بتقل جوده عن جوده في كل موديل، يعني موديل 21 بيفرق عن موديل 20 بيفرق عن 21 بيفرق عن 22 و22 بيفرق عن 23. طبعا بفيديو النهارده يا جماعه ده بايك موديل 22. البايك ماشي 200 كيلو، يعني البايك اللي احنا شايفينه ده ماشي 200 كيلو. طيب الباشمهندس وهو ماشي حس بصوت غريب والموتوسيكل وقف منه على الطريق، وطبعا اتصل بيا، هو جه شرفني من طنطا وجينا فكينا. طبعا دي مش اول مره يا جماعه اللي احنا يجي لنا المواقف دي، طبعا احنا بيجي لنا المواقف دي كتير جدا، لكن لما نلاقي ان المواقف دي بقى مبالغ فيها لازم اللي احنا نطلع ونتكلم ونطلع العيوب ونشوف الموتوسيكل اللي وصل النهارده ل 70,000 جنيه. يعني الموتوسيكل البلسر 180 موديل 23 وصل النهارده ل 23,000 جنيه، علشان بسم الله ما شاء الله الخامه بتاعته اللي بقت زي الزفت، فعشان كده بيعلم في سعر البايك موديل 23 زي ما احنا قلنا، لان بيظبطهم الخامات زي 2020 بالظبط زي ما احنا شايفين كده. ده ترس يا جماعه اللي هو مسؤول عن تقسيمه المحرك اللي بيركب في الحدافه تحت في الجزئيه دي. طبعا بيركب عليه الكتينه علشان يظبط معانا التقسيمه في الجزئيه العلويه بتاعه الصبابات والشواكيش والاتجاهات والاجزاء دي. طبعا دي تقسيمه المحرك. الترس ده يا جماعه اتكسر من صاحب المحرك البايك وهو ماشي، ادى معاه طبعا لخلفان في التقسيمه. طبعا خلفان التقسيمه دي بيؤدي معاه على طول لكسر صباب وتاني الصبابات، ممكن يؤدي معاه لا قدر الله لتكسير البستن وتدخيل الموتوسيكل في عمرة راس فوق بخزنه الصبابات بسبب سوء الخامه اللي موجوده في المحركات الموديل 22. طبعا احنا جالنا اكتر من 10 ولا 20 اكتر 10 ولا 20 موتوسيكل بالنظام اللي احنا شايفينه ده. طبعا في ناس ربنا بيسترها عليها وبيكون وبيتأدى معايا لتلفان الصبابات فقط بالكتينه وبنغير الترس ده، لكن في ناس تانية الصباب لما بيتني بيتكسر وبيقدم معايا لدخول الموتوسيكل في عمره زي ما حكينا. طيب نبص هنا نشوف يا جماعه الترس اللي انا هركبه ليه. الترس اللي انا هركبه دي ليه موديلات القديمه. الترس صلب بنسبه 100% عكس تماما اللي هو نازل في الخامه اللي هي الجديده. ده يا جماعه اللي انا هركبه ليه، ده صلب بنسبه 100% عكس تماما زي ما قلت اللي هو نازل في المحرك. فطبعا السبب الاساسي في بوظان الجزئيه دي هو زي ما قلت لان سوء الخامه يا جماعه. نبص هنا نشوف المحرك ماشي، البايك ماشي كام الف زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. البايك ماشي بسم الله زي ما شايفين كده ان البايك ماشي 2038 كيلو. البايك يا جماعه يعتبر ما مشيش حاجه علشان يحصل فيه جزئيه كسر ترس مناول التقسيمه اللي هو بيركب فيه جزئيه الحدافه نفس ما احنا شايفين كده. طبعا ده طبعا الموتوسيكل اللي وصل 70,000 جنيه زي ما شايفين كده ان الصباب اتنى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده، ولو عجبكم الفيديو متنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.
ويا ريت يا جماعه بلاش قرص على البايكات الموديلات الحديثه كلها، لان زي ما قلنا لان سوق الخامه يا جماعه بقى مقرف جدا وبقى متعب لصاحب البايك. صاحب البايك شاري 180، ما هو شاري موتوسيكل صيني علشان يحصل فيه الكلام اللي احنا شايفينه ده من سوق الخامه اللي بقت موجوده في البايك. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده.